السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. انا توتي. هنعمل مع بعض النهاردة كيكة الكريم كراميل. شكلها لذيذ جدا زي ما انتم شايفين، طريقتها سهلة ومقاديرها اقتصادية. الصينية الواحدة هتطلع لك 24 قطعة، يعني انت لو عندك مناسبة او عندك ضيوف الصينية هتكفي وزيادة. مقاديرها هتلاقيها متوفرة عندك، ومش هتحتاجي حاجات كتير. انت ممكن بس اللي هتحتاجيه باكت الكريم كراميل لو ما كانش موجود عندك. لو متابعين الفيديو وعجبكم اعملوا لايك للفيديو، ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل يصلكم مني كل اشعار جديد بكل وصفة انا بعملها ان شاء الله. زوروا قناتي هتلاقوا فيها وصفات كتير سهلة ولذيذة وحلوة، شكلها حلو طعمها احلى، مكوناتها اقتصادية بطريقة سهلة، بقدمها بطريقة جميلة وبسيطة. يلا بقى نبتدي فيديو الجميل بتاع النهاردة. كيكة الكريم كراميل عشان اعملها انا هحتاج مجموعة من المكونات، بس عشان هي كتير حبة او هي الكيكة هتتعمل على مرحلتين، فانا هقول لكم الجزء الاولاني الاول. الجزء الاولاني وهو الصوص. هستخدم فيه باكت من الكريم كراميل، كوباية ونص من السكر، كوباية من اللبن، معلقتين كبار من اللبن البودر. ومعلقتين اللبن البودر دول اختياري، لكنهم هيعززوا الطعم جدا وهيدوا طعم اغنى واحلى للصوص. باكت الكريم كراميل انا هستخدمه في خليط الصوص، لكن الكيس بتاع الكراميل ده انا هستخدمه في الاخر في التزيين. هنزين برضو بطريقة سهلة جدا وبشكل جميل كده، هتطلع معاكي الكيكة شكلها حلو وطعمها هيعجبك جدا جدا. اول خطوة في الكيكة بتاعتنا انا هعمل الصوص في الخلاط. طبعا اسهل حاجة في الدنيا هي الخلاط، ومتوفر في كل بيت. كل المكونات انا هحطها في الخلاط. هحط السكر كوباية وربع، وهحط كوباية اللبن واللبن البودر. هخلط المكونات كلها في الخلاط على سرعة عالية حوالي دقيقتين تلاتة كده. دي المكونات الأساسية عندي: اللبن والسكر وباكت الكريم كراميل، هضيفه كله طبعا. هو الصوص اللي انا بعمله ده هو هاخد منه جزء عشان اعمل الكيكة كمان. زي ما انتوا شايفين انا بخلطه على السرعة العالية حوالي دقيقة دقيقتين، مش هياخد وقت كتير. المكونات امتزجت، هبتدي اضيف نص كوباية من الزيت. الزيت هيخلي القوام يتقل بتاع الصوص ويخليه كريمي وتقيل. لما تحطي الزيت يعني شغلي الخلاط، وقفيه شغليه ووقفيه وهكذا لحد ما يديكي الشكل اللي انتوا شايفينه ده، قوام تقيل للصوص بتاعنا. الصوص دوت انا هاخد منه جزء عشان التزيين، وهاخد منه جزء الباقي علشان الكيكة. فاول حاجة انا هاخد الجزء اللي هزين بيه، هحط حوالي مقدار مج كده من الصوص، وهشيله في التلاجة حوالي ساعة علشان يبرد. وكل ما الصوص هيبرد كل ما هيتقل معاكي وقوامه هيتقل كمان. الجزء التاني من المقادير الكيكة، بقية الخليط انا هضيف عليه بيضتين، والبيض هضيف له فانيليا. مهم جدا طبعا نحط فانيليا للبيض عشان زفرة البيض. وهضيف كمان معلقة كبيرة من الخل. معلقة الخل هتضيع لي زفرة البيض، وكمان هتساعد ان الكيكة تبقى لونها فاتح وهش. الخل بيعمل كمحسن في المعجنات والمخبوزات والكيكات كمان. ومعلقة الكيك ومعلقة الخل بتفرق جدا في الكيكة، بتبقى بتخليها هشة وبتخليها فاتحة. خلطت بقى مكونات الكيكة زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هضيفها في بولة عشان ابتدي احط الدقيق بتاع الكيك. زي ما انتوا شايفين القوام تقيل وكريمي. انا هضيف كوبايتين من الدقيق. انا هنخل الدقيق
مهم جدا خطوة نخل دي عشان تدخلي هوا لخليط الكيك، ده هيساعدها ان هي هتبقى هش. ادي اول كوباية. هخلطها بالمضرب كده زي ما انتوا شايفين، هتندمج طبعا بسرعة. وبعد كده هبتدي اضيف الكوباية الدقيق التانية، وهضيف مع كوباية الدقيق التانية ربع معلقة من الملح ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. هنخلها برضو على الخليط بتاع الكيكة. ممكن تدخلي الدقيق مرة او مرتين، ده هيساعد ان الكيكة تبقى هشة معاك. هبتدي بقى اخلط مكونات الكيكة، هخلط في اتجاه واحد زي ما انتوا شايفين وبسرعة كده عشان مخرجش الهواء من الكيك. اخد بقى احرف الطبق واخد كمية الدقيق كلها لحد ما الدقيق الجاف كله يمتزج مع السوائل، وده القوام المظبوط للكيكة، يبقى وسط لا تقيل ولا خفيف. وحضرت صينية خبز دهنتها مادة دهنية وبطنتها بالدقيق، وهبتدي احط خليط الكيكة. الكيكة هدخلها على فرن درجة حرارته 170 على الرف الأوسط لحد تمام النضج. لما تلاقي حراف الكيكة احمرت تعرف ان القاع بتاعها احمر. بعد كده هشغل الشواية عشان اديها لون خفيف. هتاخد حوالي مدة الخبز 35 ل 40 دقيقة. ما تفتحيش على الكيكة قبل مرور تلت ساعة على الأقل عشان ما تهبطش منك. دي الكيكة بعد ما خرجت من الفرن، انا اختبرتها بخلة، لقيت الخلة طلعت نضيفة معايا، فكده الكيكة قلبها مستوي وزي الفل. في تكة انا هعملها دي اختياري لو انتي حباها. انا جبت معلقتين من الكريم شانتيه وهضيف عليهم كوباية الصوص اللي انا حضرتها من الاول مع خليط الكيك. ممكن تكتفي بقوام الصوص كده، لكن انا حبيت ان القوام يبقى تقيل شوية ويبقى كريمي اكتر، فحطيت معلقتين الكريم شانتيه دول وهخفقهم بقى كويس كده لحد ما القوام يعلى معايا ويبقى اخف ولونه كمان هيفتح زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هبتدي اضيفه على الكيكة بتاعتي. الخطوة دي اختياري لكن بتدي طعم احلى للصوص بتاع الكراميل اللي احنا هنحطه على الكيكة. انا وزعته على الصينية كويس جدا زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هبتدي بكيس الكراميل اللي كان مع الباكت بتاع الكريم كراميل اعمل خطوط على سطح الكيك، وبخلة هبتدي اروح واجي كده على سطح الكيكة عشان ادي شكل. وبعد كده هدخل الكيكة حوالي ساعة في التلاجة عشان الصوص ده يتقل ويتماسك والكيكة تبرد كمان. وبعد كده هبتدي اقدمها. شايفين بقى الجمال، شايفين الشكل الرائع، شكلها حلو قوي وطعمها حلو قوي قوي. ممكن تقطعيها مستطيلات زي ما انا مقطعاها كده بحجم قطعة الجاتو، وممكن تقطعيها قطع مربعة. طبعا التقطيع دي حاجة بترجعلك، بس انا بفضل ان احنا نقطعها زي قطع الجاتو. الصينية الواحدة هتطلع لي 24 قطعة. لو انت عندك ضيوف ومجموعة هتكفيهم وهتزيد كمان. شكلها حلو قوي وعاملة زي ما تكون جاتوه، هي طعمها حلو جدا جدا. جربوها ان شاء الله هتعجبكم، واللي جربها بطريقتي يدعيلي دعوة حلوة. لو لسه متابعين الفيديو اعملوا لايك للفيديو ودعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل يصلكم مني كل اشعار جديد وكل وصفة انا بعملها ان شاء الله. شايفين الكيكة مفرغة ازاي، لونها فاتح، قوامها اسفنجي وهش جدا. ما استخدمناش بيض كتير، هما بيضتين بس، لكنها طعمها حلو جدا وطرية جدا جدا. انت ممكن لو عايزة تعملي كيكة بس من غير صوص ممكن تستبعدي بقى كيس كريم كراميل خالص ويبقى عندك كيكة هشة وطرية ولونها فاتح زي ما انتوا شايفين كده. قدميها بالشكل اللي يعجبك، وان شاء الله هتعجب كل اللي تقدموها له بإذن الله. نصيحتي ليكي خلي البيض بدرجة حرارة الغرفة
استخدمي دقيق مخصص للكيك والحلويات. اخلطي المكونات كويس في الخلاط عشان تدخلي لهم كمية كافية من الهواء، وكمان انخلي الدقيق مرة او مرتين علشان يدخل له هواء، وده هيساعد ان الكيكة تبقى هشة وتبقى طرية. الصوص لو حابة تضيفيه زي ما هو ضيفيه، لكن لو ضفتيله معلقتين الكريم شانتيه اللي انا ضفتهم عليه الخليط هيديله قوام افتح وقوام كريمي، وهيدي طعم اغنى واحلى. وصفة هايلة جدا وسريعة وسهلة واقتصادية، اعمليها ومش هتندمي. يا رب فيديو يكون النهاردة عجبكم، يا رب الكيكة اللي انا عملتها تكون عجبتكم. الكيكة فاتحة جدا، هشة وطرية، طعمها حلو جدا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل ليصلكم مني كل اشعار جديد بكل وصفة انا بعملها ان شاء الله. زوروا قناتي هتلاقوا فيها وصفات كتير سهلة ولذيذة وحلوة، شكلها حلو وطعمها احلى، مكوناتها اقتصادية، بعملها بطريقة سهلة وبقدمها بشكل جميل. انتظروني فيديوهات جاية كتير حلوة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.